السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. النهاردة هنعمل تارت الكنافة بالفراولة والكريمة، وهتطلع قمر معانا بالشكل ده، جامدة قوي. شجعوني باللايك ويلا نسمي بسم الله. في الأول هنعمل الشربات. معايا كوبايتين من السكر، أي سكر موجود عندي، عليهم كوباية مية. أنا عايزة القوام بتاعه يبقى تقيل، وشريحة ليمون. هرفعه على النار، أول ما يغلي هسيبه 10 دقايق وهطفي عليه. معايا نص كيلو من الكنافة، كوباية الا ربع من الزبدة او السمن اكون مسيحاها كده. سكر بودرة. هقصقص الكنافة او اقطعها بايدي. عملت رول الجلاش باللحمة المفرومة. عملت كنافة الكب كيك. عملت البطاطس المحشية في الفرن. انزلوا صندوق الوصف شوفوهم وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وطبعا لو حابين اي وصفة اطلبوها مني في الكومنتات وان شاء الله هعملها لكم. هخلص كل الكمية وهرش عليها معلقتين كبار من السكر، وهخلطهم بقى مع بعض كويس قوي، وهضيف عليها الزبدة. طبعا لو ما عنديش زبدة ممكن استخدم سمنة بلدي. لو ما عنديش سمنة بلدي ولا زبدة ممكن استخدم اي سمنة عندي. اعملوا وفرحوا ولادكم باقل تكلفة. اهم حاجة نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله والحاجة معانا هتبقى تحفة. هخلط بقى كويس قوي كده الزبدة مع الكنافة. اغلف كده الكنافة بالزبدة كده. هجيب صينية او بايركس ادهنها بالزبدة كويس قوي، وادهن الجناب بتاعتها، وهضيف الكنافة. هفردها كويس قوي كده. لو فيها اي تكتلات كده الزبدة مع الكنافة افكها من بعضها كده كويس قوي. وهضغط عليها. افرد كده واضغط عليها كويس قوي. هعمل لها حرف كده من الجناب زي سور كده، زي الطرط بالظبط، لاني هحط حشوة كده في النص، فعايزة يبقى ليها شكل. هدخلها على فرن متسخن على درجة حرارة 180. هحطها على الشبكة اللي في النص. مش هتاخد معايا ربع ساعة وهلاقيها خدت اللون الذهبي على طول. كده طلعناها من الفرن. هسقيها بالشربات على طول. الكنافة سخنة، الشربات بيبقى بارد. هسقيها كويس قوي كده بالشربات. هعمل كريم شانتيه كوبايه من الكريم شانتيه وكوبايه ميه متلجه، معاهم معلقتين سكر. هضربهم بالمضرب كويس قوي او اضربهم في الخلاط، واحطهم في كيس الحلواني. وهعمل وردات كده عشان ازين الكنافه من على الوش كده، اخلي ليها شكل كده. لو جالك ضيوف طبعا هتشرفك، لو عندك عزايم او كده هتشرفك، هتعملي معاها عصير فراوله. هيبقى الطعم تحفه وهتبقى حاجه مشرفه يعني، او ممكن تعمليها لولادك، طعمها بيبقى حلو قوي. هحط باقي الكريم شانتيه في النص كده وهفرده بالشكل ده. هكون جايبه ربع كيلو فراوله، اغسله كويس قوي وهقطعه مكعبات صغيره. هفرده في النص.
معايا كيس من جيلي الفراولة، نص كوباية مية سخنة، هفضي كيس الجيلي فيها وهقلبه كويس قوي. وطبعا مش هينفع احطه على طول على الكريمة، هتسيح مني، فهبرده بمية متلجة. اقلب بقى كويس قوي، وهصبه بقى على فوق الفراولة كده، وهدخله التلاجة عشان يعمل لي طبقة بتاعة الجيلي. هقعده ساعتين في التلاجة. انا عايزاكم تجربوها. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كده خلصناها. بصوا طلعت قمر ازاي، حاجة كده تحفة جامدة قوي. يلا ندوق. قمر. باي باي.